اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. راجع لكم بفيديو جديد وحلقة جديدة من حلقات مطبخ توتة. يلا يا بنات بقى، حطوا لي لايك وشير وسبسكرايب للقناة، ويلا نبتدي الفيديو النهاردة. وطبعا صلى على النبي. النهاردة كده عاملة عزومة، بس طبعا ما قدرتش اصورها كلها، صورت معاكم مقتطفات كده، فنسمي الله كده. وبدأت الأول في تشويح اللحمة على النار كده، وهحطها تتسلق في حلة الضغط. حطيت هنا معلقة زيت، ممكن تحطي معلقة زيت معلقة سمنة المتوفر عندك. حطيت اللحمة، حطيت بصلاية طماطماية، هحط بقى معاها حبهان، وهحط كبابة صيني وقرنفل. تمام. بتحبي طعم القرفة حطي قرفة خشب، مش بتحبي طعم القرفة ما بتحطيش. انا حطيت هنا 7 بهارات اللي هي البهارات اللحمة يعني. وحطيت سنة فلفل اسود. هما دول اللي انا بحطهم، انا ما حطيتش قرفة عشان كنت عايزة الشوربة بدون يعني نكهة قوية، فاهمين؟ بس وكان عندي هنا ماسورة حلوة جدا برضك، يعني الجزار كان كسرها لي بالنص، رحت حطوها عشان تعمل لي شوربة حلوة جدا. بس كده، وهنزل بالمية السخنة من الكتل، بكون غلياه، وبملح اللحمة بتاعتي. طالما حطيتها في قلب حلة الضغط، انا بملحها تمليح كامل، وبروح قافلة عليها حلة الضغط وسايباها ايه، تتسلق. اللحمة بتاعتي كانت صغيرة كده كده، خدت معايا ربع ساعة او تلت ساعة بالظبط. حطيت بردك حبة سكر عشان خاطر ايه، طعم الشوربة يبقى حلو. وبس كده، كنت بقفل الحلة بس وظبطتها وسبتها. قلت بقى كده شغل بخور، حطيت الفحم وهحط البخور عليه، وهخرجه بقى كده في الصالة علشان خاطر يغذي الشقة، يبقى ريحته كده طالعة في الشقة كلها. طبعا الشقة كلها نظيفة وتمام التمام. هنا بقى كده كنت غليت مية علشان عايزة اسلق الكرنباي. طبعا كلكم شاطرين وبتعرفوا تسلقوا الكرنب، بس انا ما كنتش يعني ايه، كانش عندي وقت ان انا ايه اسلقه معاكم. كان خلاص ضيوفي وصلوا، وكنت عايزة بقى ايه اخلص اكلي بسرعة. حطيت زيت، وهنا في الكبة انا فرمة ايه، فرمة بصل وتوم وفلفل حامي، فرماهم في قلب الكبة. مش عارفة، حاسة ان انا باخد نفسي بالعافية. المهم حطيت معلقة ملح صغيرة، يعني رشة ملح صغيرة، وسبتها يدبلوا خالص. وبعد ما دبلوا رحت حاطة معلقتين كبار صلصة طماطم عشان تعمل لي لون حلو للمحشي. طبعا انا بعمل تسبيكة المحشي. يلا صلى على النبي بقى كده، وما تنسونيش في اللايك، وكمان تعليق حلو منك ليا. هنا ضربت شفشين 2 طماطم، وحطيتهم زي ما انتوا شايفين كده، وبدأت اهي تبتدي تخش في الغليان. بحط بقى هنا كده كام مكعب مرقة. المكعب ده اختياري، عايزه تحطيه حطيه، مش عايزه براحتك، بس بيدي طعم حلو جدا لخلطة المحشي. بحط الملح، وبحط سكر اهوت، وبحط بقى التوابل بتاعتي، كمون، وطبعا الكمون ده اساسي. تمام. فلفل اسود اساسي طبعا، 7 بهارات، كزبرة ناشفة، هم دولت التوابل اللي بحطها. آه طبعا انا عندي الفلفل بتاعي حامي. طب لو مش حامي، بروح حاطه شطة حمرا. تمام. بس هو لازم فلفل في قلب الخلطة علشان خاطر بتدي يعني بيدي للخلطة طعم وريحة. المهم كده التسبيكة عندي كانت اتسبكت خلاص، رحت نازلة عليها بالرز. طبعا شوفوا انا بديكم مقتطفات علشان خاطر بجد بجد كنت مستعجلة جدا اليوم ده. حطيت عليه الرز وشوحتهم مع بعض، وبعد كده طفيت. لما احط الخضرة لازم اطفي النار عشان الخضرة بتاعتي ما تتبلش، تبقى لونها اخضر كده وجميل. المهم حطيت الخضرة بتاعتي وهقلبهم مع بعض، وهبتدي بقى ايه، احشي.
حشيت هنا كده حلة المحشي. سقيتها بقى، اخدت شوربة من شوربة اللحمة وحطيت فيها معلقتين 2 صلصة طماطم، وحطيت معلقتين 2 زبدة، ورحت ايه مسيح يعني مسخناهم على النار كده يغلوا، وبعد كده رحت ايه ساقية بيها ايه المحشي. هنا بقى جبت شوربة وحطيت عليها شوية لبن علشان هعمل صينية رقاق. هحط في الصينية كده في الأرضية بتاعتها دهنها زبدة عشان الرقاق يطلع معايا على طول ما يلزقش. الرقاق أساسه الزبدة، بتديله طعم حلو جدا. بس كده بروح مطبقاه 4 اطباقات عشان انا عندي هنا يعني الحاجه اللي انا حاطه فيها الشوربه كانت صغيره، فبروح مقسماهم كده عاملاهم مطبقاهم كده علشان خاطر ايه ما اعرف اعمله يعني. وبعدين ما تقلقيش لو رقاقية اتقطعت منك او حاجه، ما تقلقيش خالص، اعمليه وهيطلع معاكي حلو جدا وبيطلع مورق وحلو جدا جدا جدا. هنا كده كنت سيحت زبده في الميكروويف. يلا بقى هحط كده، هعمل طبقه بردك، هحط يعني هرش لها كده حبه زبده، وبرضك هحط بقى 3 طبقات تحت، وبعد كده هحط اللحمة بتاعتي و3 طبقات فوق بنفس الستاندر بتاع الحش يعني طبقة واحط زبدة وطبقة واحط زبدة وهكذا. عايزة اقول لكم ان انا عملت صينية جلاش كمان، بس صينية الجلاش عملتها جلاش بالسوسيس والخضار. بس ما صورتهوش. انا هوريكم الاكل اللي انا عملته، وكنت متبله بانيه بردك وقليته وما صورتهوش. يعني عملت حاجات اصناف كتير، وسلطه زبادي بالخيار وسلطات كذا نوع بردك ما صورتهوش. بصراحه كان اليوم دوت كان اليوم كان ضاغط عليا، فيعني اللي قدرت اصورته صورته، واللي ما قدرتش يعني ايه استكفيت بقى. المهم هنا كده حطيت اللحمه بتاعتي، لحمه مفرومه معصجاها، عصجناها كذا مره على القناه. كملت انا بقى ال3 طبقات بتوعي التانيين، ورحت في الاخر خالص بروح حاطه طبقه زبده كده على الوش علشان خاطر تدي لون حلو كده ومحمر كده ايه للرقاق. ده كده الاكل بتاعنا يا بنات، شايفين الرقاق والجلاش واللحمه المسلوقه والليمون والمحشي، وبصوا سلطه الزبادي والبانيه.